السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد لاطاقط بالبرتقال. كتجي رائعة البنات، سهلة في التحضير والمذاق ديالها ما نهضروش عليه، حتى المنظر ديالها كيجي كما كتشوفوا راقي وغزال. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم مع المكونات والطريقة. بالنسبه للجينواز غادي نحتاجو فيه 6 حبات من البيض، حجم متوسط يكون بدرجه حراره المطبخ. اذا كان عندكم بيض كبير غير 5 كافيين. عندي هنا قبيصه ديال الملح، عندي كاس ونصف من السكر، حبيبات. غادي نضيف ليه هنايا قشور، واحد الحبه ديال البرتقال. وغادي نطرب هاد المكونات البنات مزيان مزيان. كما كتعرفوا الجينواز كيبغي نطلعوا البيض مزيان في تقريبا هنايا شي 6 ديال الدقائق وانا كنطرب فيه. من بعد هنا البنات كنزيد ربع كاس من الزيت، هكا غير واحد الخويط، وانا كنطرب على السرعه قليله ديال الطراب الكهربائي البنات، ما تخليوش السرعه مجهده بزاف. صافي هنايا كنضيف واحد نصف كاس من عصير البرتقال. وصافي دابا غادي نكمل بيد ديال البنات بعد ما كيتجانسوا المكونات. كناخذ الصفايه، غادي نحط البنات 3 كؤوس من الدقيق الابيض مع واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، ما تكثروش الخميره بزاف، يعني تقريبا واحد 6 غرام هكايا ديال الخميره. صافي هنا البنات غادي ناخذ الطراب اليدوي وغادي نبدا نخلط هكايا من التحت للفوق كما معروف على الجينواز. كنبقاو نخلطوه غير بشويه هكايا حتى كيندمجوا الدقيق مع هذوك المكونات. فهاد الاثناء البنات راني موجده المول اللي غادي نعمل فيه. انا استعملت المول القطر ديالو 20 سنتيم، لبستو دهنتو بشويه الزبده ولبستو بالبابي كويسون. وبالنسبه للفرن البنات انا راه ما كنشعلو حتى كنحط الكيك باش يطيب، عاد كنشعلو على 170 درجه غير من التحت باش هكا كيطيب، عاد كنشعل عليه شويه من الفوق باش كيتحمر. صافي هنا كما كتشوفوا البنات عطيو الخاطر وخلطوا غير بشويه باش ما يهبطش لكم البيض، خاص يبقى لنا في هذا القوام هذا. صافي هنا كما قلت لكم غادي نخويه في المول وغادي ندخلو الفران على 170 درجه، شاعل غير من التحت تقريبا لمده ديال 45 دقيقه. عاد كنفتحوا الفران كنقلبوه بواحد الكيردون اولا بواحد القتيب، كنشوفوا الا خرج لينا ناشف كيف ما العاده، عاد كنشعلوا عليه من الفوق باش كيتحمر. الا جانا مازال كنخليوه يزيد واحد شويه. صافي هنا البنات بعد ما خرجته من الفران وكنخليه يبرد عاد كنديمو ليه. شوفوا معايا البنات راه ناجح 100% وكيجي طالع كما كتشوفوا. صافي البنات هنايا انا غادي نقطعو على 3 بعد ما كان يبرد مزيان. فانا البنات كنفضل الجينواز ديروه واحد نهار قبل، اي جينواز ديروه نهار قبل عاد استعملوه كيكون تماسك وشاد راسو. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي من الداخل، رائع رائع، خفيف وواحد الريحه فيه ما شاء الله. صافي هنا كما قلت لكم قطعته على 3 وغادي نخليه على جنب وندوزو نكملوا الوصفه ديالنا. هنا البنات غادي نحتاجو واحد 3 حبات ديال البرتقال اللي خديتهم وقشرتهم، حيت لهم داك اللب الابيض باش ما كيجيناش بر. ضفت ليه كاس الا ربع من السكر حبيبات، واحد الملعقه كبيره من عصير الليمون اي عصير الحامض. غادي نحطهم البنات على نار متوسطه حتى كيوليو لينا على هذا الشكل هذا، يعني بحال المربى، غير هي فيها هذوك الطريفات ديال البرتقال. حنا الغرض لينا يبقاو لينا هذوك الطريفات ما تمعكوها ما والو البنات باش تبقى هكايا. صافي غادي نخليها تبرد وندوزو نوجدو الكريم باتيسير اللي غادي نخدمو بها الكيك. بالنسبه للكريم غادي نحتاجو فيها 600 ملي من الحليب، غادي نضيف ليها البنات واحد 2 ساشيات من سكر الفانيلا وغادي نحطهم على نار متوسطه. وغادي ناخذ هنايا البنات واحد البول 2 حبات ديال البيض مع كاس الا ربع من سكر حبيبات. وهنا عندي 2 ملاعق كبار من سكر من المايزينا عفوا. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضهم. هنا البنات راه ما غاديش تخلط لانه البيض قليل. غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الحليب بعد ما كيدفى، ما نخليوش البنات حتى كيغلي غير دافي. صافي غادي نستمر في التحريك بهذا الشكل هذا حتى كيندمجوا هاد المكونات مع بعضهم. غادي نزيد عليهم الكميه اللي بقات عندي ديال الحليب وغادي نولي نرجعهم في الكاسرونه.
صافي وغادي نحطهم البنات على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى كتولي لينا كريمه. هنا البنات الكريمه راه بغيتها تجيني شويه عاقده، يعني ما تكونش بحال اللي كنستعملو هكايا في لي طاط وهذه، بغيتها تجيني شويه شاده راسها كما كتشوفوا راها شاده راسها. غادي نخليوها البنات كتبرد. صافي بعد ما غادي تبرد البنات غادي ناخذها وغادي نطربها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا البنات، راه كتجي شويه متماسكه. وهنا البنات خديت 300 ملي من الكريمه الخفق، طلعتها هكا شويه وغادي نبقى نزيدها بهذا الشكل هذا على الكريمه حتى كنكملها كامله وكتجانس ليا. غادي تولي يعني كريمه هكا متماسكه اللي نقدروا نخدموا بها لا طاغت وما تطيحش لينا مع الوقت. كنبقى نزيد البنات شويه بشويه وانا كنطرب حتى كنسالي الكميه. بالنسبه للبنات الا كتبغيو الكريمه حلوه بزاف زيدوا كميه السكر ملي تكونوا كتصايبوا كريم الكريم باتيسير، يعني كملوا كاس ولا زيدوا حتى كاس وربع. صافي هنا البنات خديت غادي ندوزو نمونطيو هكا الكيك اللي سقيته بشويه ديال عصير البرتقال وكنوضع كميه من هذيك الكريمه اللي وجدنا. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي، راه كتجي شاده راسها. وغادي نحط في الوسط شويه من هذيك المربى اللي وجدنا ديال البرتقال، كنوزعوها مزيان بهذه الطريقه هذه. وغادي نسد عليها بقطعه اخرى ديال الكيك. غادي نولي نسقيها عاوتاني بعصير البرتقال، ما زدتلو البنات حتى حاجه، يعني عصير برتقال طبيعي. الا بغيتو الا كنتو كتبغيو الكيك يجيكم حلو بزاف زيدوا له شويه ديال السكر. صافي هنا كما كتشوفوا كنعاود نفس العمليه، كريمه شويه ديال المربى ديال البرتقال بهذه الطريقه هذه. وغادي نغطيها باخر قطعه ديال الكيك اللي حتى هي غادي نسقيوها مزيان مزيان. صافي البنات هنايا غادي ندوز غادي نغلفوه بهذيك الكريمه بهذا الشكل هذا. كنلبس الكيك كامل بالكريمه من الفوق من الجناب وكل شيء. ماشي ضروري البنات تقادوها مزيان، راه هكا غير كنقادها دغيا دغيا. صافي بالنسبه للجناب البنات انا زينتهم شويه ديال اللوز ايفيلي، ممكن نتوما تزينوهم باي حاجه بغيتو. وهنايا البنات خديت شويه ديال الكريمه عملتها في الشكل السكابوش وكنعمل بها هكا واحد لوريدات هكا في الجناب. ونعملت شويه في الوسط. والتزيين البنات راه كيبقى حسب الذوق، انا كنعطيكم فقط فكره يعني كيفاش انا عملته. هنا زينته شويه ديال الفريز بالطريقه هذه وشويه من داك المربى اللي بقات لي اللي كنا عملناها في الوسط. وهنا عندي قشور البرتقال معسلين حتى هما زينت بهم هكايا وواحد الوريقات ديال النعناع. وهكا البنات نكونوا سالينا الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. متاكده غادي تحماقوا عليها لان كتجي رائعه البنات في هذاك المذاق ديال البرتقال، صراحه غزاله غزاله. فنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش البنات الى عجبكم فيديو بارطاجيو مع ناسكم وحبابكم باش فائده ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.